السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من كيس لبن نيدو وكيلو دي هنعمل اختراع وهم. يلا بينا حبايبي. دلوقتي هنجيب معلقه سكر، عليها كيس خميره فوريه، وهنحط اللبن، كيس اللبن كله، ومعلقه بيكنج باودر كبيره اهي، وهنحط شويه ميه ونقلبهم ندوبهم مع بعض كويس. وهنحط ذره ملح على الهواء قد كده، ونقلب بقى كويس. وهنحط نص معلقه خل صغيره، وبعدين ننزل بالدقيق. بسم الله. الدقيق اللي عندي يا حبايبي ده قيمه كيلو. دلوقتي احنا قلبناه بالمعلقه كويس، هنقلب بقى بايدينا. دلوقتي هي عايزه شويه ميه صغيرين، نزود بشويش ما نكترش لحد ما العجينه تلم معانا. دلوقتي العجينه بقت عامله معانا كده. احنا هننزل عليها بحوالي 400 جرام زبده سايحه، لو ما عندكيش ممكن سمنه، على نص كوبايه زيت، وهنقلبها كويس كده مع بعضها. هنفضل نقلب لحد ما العجينه بتاعتنا تشرب كل الزبده دي. بصوا دلوقتي هي العجينه بتاعتنا شربت كل الزبده اللي موجوده اهيت، وبقت عجينه. بصوا عاملين ازاي طريه جدا. فاحنا هنلمها ونبدا نشوف هنعمل بيها ايه. يلا بينا. دلوقتي ده شكل العجينه بتاعتنا. بصوا عامله ازاي وطريه جدا وناعمه. هنبدا بقى نكورها كور صغيره زي كده، وهحطها كده في الصينيه. نحاول نعمل كور متساويه. نحاول نعمل بقى اهي، هنعمل كل الكميه كور متساويه. ده يا حبايبي بعد ما عملناها دي نص الكميه تقريبا، والنص الباقي هنركنه على جنب لحد ما نعمل دول. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد ونبدا. دلوقتي احنا هنحط نقطه زيت صغيره على الرخامه بتاعتنا كده، ونبدا بقى نفرد كده. وهنجيب نفرد العجينه نفردها معانا بالشكل ده. احنا كده فردناها حبايبي. هنيجي بقى نحط دي، احنا هنحشيها ايه؟ هنحشيها جبنه تركي. هنبدا نرش. دلوقتي عندنا جبنه تركي مبشوره، هنرش عليها كلها كده. نغطي العجينه كلها بالجبنه التركي المبشوره، وبعدين نجيب عجينه تانية نفردها ونحطها عليها. دلوقتي جبنا العجينه التانية اهي اللي احنا فردناها، حطيناها عليها كده الاتنين على بعض، وهنبدا بقى نلفها كده. طلعت معانا رول زي كده يا حبايبي. هنقوم جايين ماسكين السكينه، قاطعين الزياده اللي من هنا دي والزياده اللي من هنا، ونقطعها قطع صغيره، وهنسيبها لحد ما تخمر، وبعد كده نحطها في الفرن. هنحطها بقى في الصينيه بتاعتنا. هنرصها كده وهي قاعده، ونسيب مسافه عشان ما يسخوش. هنرصها وهنعمل واحده كمان ونرصها كلها كده في الصينيه لحد ما تخمر، وبعدين نحطها في الفرن.
وده شكلها يا حبايبي بعد ما خلصناها. هنسيبها لحد ما تخمر خالص وحجمها يتضاعف، وبعدين نحطها في الفرن كده. هنفردها كويس، وهنجيب، انا عندي جبنه بيضه مقطعه عليها طماطم وفلفل حامي، لو عايزين بارد مفيش مشكله. وهنجرب، هنحط كده هنا في النص زي البيتزا، وهنعمل دي كده، ونطبق دي كده ودي كده، ونلفها ونحطها في الصينيه. نعمل واحده كمان، دي تنفع وجبه للصبح مع كوبايه شاي بلبن، كوبايه نسكافيه. بالليل ما حدش ليه مزاج للاكل، رايحين الكليه الصبح، رايحين الشغل، وولادنا رايحين المدرسه، نديلهم مع كوبايه شاي بلبن، كوبايه بتاع ده نسكافيه، لبن. وبالليل برضو ممكن مع كوبايه شاي بلبن، لبن نسكافيه، اللي انتوا عايزينه. دلوقتي يا حبيبي ده منظرها بعد ما عملناها كلها، وهنروح نسيبها لحد ما تخمر عشان نحطها في الفرن. دلوقتي هنحط بقى على دي شويه جبنه شيدر كده زي ما حضراتكم شايفين اهي، عليها كلها برضو. وهنحط طبقه تانية برضو من العجينه اهي، ونلفها زي ما لفينا الاولانيه اهو، لفيناها كلها كده. هنيجي نقطعها برضو لحد ما تخمر. هنحطها في الصينيه كده لحد ما تخمر، وهنعمل كل الكميه. عشان على فكره بلاش اقول دلوقتي اهوت بعد ما خلصنا كل الكميه، وبرده هنسيبها تخمر لحد ما يضاعف حجمها، وبعدين نحطها في الفرن. هندهن الوش بشويه لبن، هندهنها كلها كده بشويه لبن، وبعدين نحطها في الفرن. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا هنحطها في الفرن لحد ما تستوي بشكلها بعد ما طلعت من الفرن. ولسه التانية اهم حاجه بقى في المرحله دي عشان تبقى معانا طريه، نغطيها بفوطه ونغطيها كده ونسيبها 5 دقايق عشان تبقى معانا طريه. وده شكل حبايبي الصينيه التانية ولسه طالعه من الفرن، وبرده هنعمل نفس الحكايه، نغطيها بفوطه كده عشان تبقى طريه. وليه ونحط الطبق ده عشان يمتص السخونه. شكلها بعد ما طلع من الفرن شايفين، وطريه جدا وتنفع للفطار مستعجلين بتاعه. بصوا عاملاها ازاي وقلبها جميل ازاي، وبألف هنا وشوف على قلوبكم. ما تنسونيش في التعليقات، هو انا يا جماعه وصفاتي وحشه؟ وبشكر جوجو حبيبتي وحنين اللي بنتي اللي كانت بتصورني، ويا رب وصفاتي تعجبكم. ما تنسونيش في التعليق والاشتراك واللايك، ويا رب تكون الوصفات عجبتكم. وبدر حبيبي ربنا يخليهولي.